السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل طريقة السبانخ. سبانخ جميلة زي ما انتوا شايفين كده. طلعت معايا بصراحة تحفة قوي، اول مرة عملها على طريقة ماما. بصوا كانت تحفة. عملت معاها رز حبة وحبة، وعاملة معاها لحمة ضاني، اتسقت برضو بشوربة الضاني. هنبدأ دلوقتي. كان عندي سبانخ ماما مفرزاها ومديهاني، ربنا يبارك لها يا رب. كانت مفرزاها مديهاني حلوة خالص، اتفرزت وزي ما هي بصراحة في الفريزر، كان بقالها اسبوعين تقريبا. هنستخدم معاها بصل احمر وتوابل، اللي هي ملح وكزبرة وسبع بهارات. هستخدم معاها زبدة بلدي وزيت وتوم مبشور. اول حاجة جبت الحلة، حطيت فيها الزيت والزبدة على بعض. الزيت والزبدة مع بعض بيدوا طعم مع بعض تحفة هما الاتنين. حطيتهم كده، واول ما الزبدة ساحت شوية حطيت عليها الزيت. استنيت الزبدة تسيح، وبعدين حطيت عليها شوية زيت، يعني معلقتين الزبدة عليهم معلقتين زيت. اول ما ساحوا مع بعض قلبتهم كده عشان اتأكد ان هما يسيحوا كويس. اول ما يسيحوا مع بعض احط عليهم البصل. بحب استخدم البصل الاحمر عن البصل الابيض، بحسه طعمه افضل ومسكر كده شوية، بيدي للاكل طعم بصراحة، وانا بفضله على طول بستخدمه بصراحة عن البصل الابيض. حطيت البصل كده واديته تقليبة. استنيت البصل كده معايا شوية لما ياخد في الزبدة. بعدين هبتدي احط عليه فصين الثوم. حطيتهم كده معاه. هبتدي اخليهم برضو ياخدوا تقليبة كده مع بعض، بحيث ياخدوا من طعم بعض وهو ياخدوا من الزبدة كمان، والزبدة تخليهم يتحمروا. اول ما يحمروا شوية كده او ياخدوا اللون الذهبي، هبتدي كده اعرف ان هما تمام. ودي شوربة اللحمة الضاني كنت عاملاها جنبيهم، ودي اللي هسقي بيها السبانخ. هبتدي اخد طبق التوابل بتاعي، هاخد منه بس الكزبرة، هديها تحميرة كده معاهم في البداية. افضل اقلب كده واستناهم لحد ما ياخدوا اللون الذهبي الجميل بتاعي معايا. اول ما ياخدوا اللون الذهبي بتاعي دوت، هكون انا عصرة طماطم ومجهزاها. عصرة نص كيلو طماطم، ابتدي انزل بيه على البصل والثوم والكزبرة وطبعا الزبدة. اديهم تقليبة كده، وابتدي احط بقية البهارات اللي هي الملح والسبع بهارات، واديهم تقليبة. ممكن تزودوا حبة فلفل اسمر وحبة شطة اللي بيحب الاكل شوية سبايسي يعني. هديها تقليبة كده وهسيبها لحد ما تتسبك شوية. انا مش بحب الاكل متسبك قوي بصراحة، فهسيبها بس شوية بصوت كده. ودلوقتي اتسبكت كده بالنسبة لي تمام، ما بحبهاش تشرب ميتها كلها بصراحة. هبتدي انزل بالسبانخ اللي انا مفرزاها. لو انتوا عندكم السبانخ مش متفرزة طبعا هتجيبوا السبانخ عادي جدا، وهنغسلها كويس وهنخرطها، وهتبقى بنفس الشكل ده. هبتدي اديها تقليبة كده واسيبها تتجانس مع الصلصة لحد ما الصلصة تمسك نفسها شوية. وكده بالنسبة لي بقت تمام. هضيف عليها مغرفتين من الشوربة بتاعت اللحمة ضاني اللي انا قلتلكم عليها، وهسيبها تغلي شوية، وكده هتبقى تمام جاهزة معايا. وده شكلها النهائي.
كان بصراحة طعمها خرافي تحفة جدا مع اللحمة والرز. حط عليهم كده وابتدي اوريكم شكلها كان عامل ازاي. بصراحة كان طعمها وهمي وشكلها كمان. وبألف هنا وشفا على قلبكم يا رب.